ميسي في اعلانه من سنه للوي فيتون كان ممكن يخلوه يتصور جنب الشنطه وخلاص، بس الموضوع خد معنى اعمق لما ميسي اتصور في المطار وكان بيستخدم الشنطه وهو مسافر، ومش كده وبس، لا ده مرتبط بيها ومعتمد عليها. يعني بقى في قصه. القصه دي بتزيد من تفاعل الجمهور وولائهم للبراند اكتر. لو عندك براند ملابس، احد اكبر الصعوبات اللي ممكن تقابلك في الطريق علشان تعمل ستوري وتظهر المنتج بتاعك بشكل قوي هو انك محتاج فيجوالز مش تصميمات، علشان تخدم وتظهر القصه بتاعتك في اعلان او بوستر او بوست السوشيال ميديا. فيجوال بمعنى انك تجيب صور للمنتج نفسه اللي هي الميديا وتوظفها في قصه قبل مرحله التصميم النهائي. وعلشان تعمل الكلام ده غالبا هتدفع كتير لمصمم خبره او ايجنسي كبيره. ودلوقتي الموضوع بقى ببلاش ومش محتاج خبره. شد حزامك وتعالى الخص لك الخطوات، وهتلاقي موضوع على عمرو شعلان دوت كوم في شرح مفصل، او اكتب لي كلمه لينك في التعليقات وهبعت لك اللينك مباشر. يلا ناخد طريق يوفر فلوس ووقت ومجهود. بعد ما تدخل على ماجنيفيك اي اي وتعمل تسجيل دخول عادي زي اي موقع، هتدخل على الداشبورد بتاعتك زي كده. من القائمة اللي على الشمال دي هتختار ريلايت، وترفع صورة الموديل بتاعك وتكتب البرومبت في الانفايرومنت اللي انت متخيل ان الموديل دوت فيها. خليك كرييتيف واكتب كل اللي نفسك فيه. انا هنا مثلا متخيله في مدينة مودرن وعمارات كبيرة. في الستايل هختار كونتراست اند اتش دي ار، بتبقى جودته كويسة وشارب. مبروك بقى الموديل بتاعك في حتة تانية حرفيا. القصص الجذابة في الإعلانات بتخلق روابط عاطفية مع المشاهدين، وده بيخلي البراند بتاعك ما يتنسيش زي شنطة ميسي كده. والفيجوالز القوية مع القصص المؤثرة بتثير مشاعر قوية وبتعزز من البوزيشننج بتاع البراند، اللي هو إن إزاي المنتج بتاعك أو العلامة التجارية بيتم تصورهم في عقول العملاء بالمقارنة مع المنافسين. وهيبقى في فيديو تاني ان شاء الله اقول لك ازاي نقلب الصورة الثابتة دي لاعلان فيديو وبطريق مختصر. واخيرا، طول ما احنا بنسعى في طريق كلنا هنوصل ان شاء الله، بس شطارتنا في اجتهادنا نوصل اسرع وما نلفش ونرجع تاني. ما بطلش سعي، استمتع بالمشوار.